السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي القناة، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم كاب كيك سهل وبسيط، الوليدات كيعجبهم وحتى الكبار. نخليكم مع الطريقة والمراحل كما العادة، وفرجة ممتعة ان شاء الله. نبداو مع المقادير ان شاء الله. عندنا كاس دانون او ياغورت، عندنا نص كاس عصير البرتقال، كنحتاجو نص كاس ديال الحليب غبره، كاس مع مرش ديال الزيت، عندنا 3 نتاع البيضات، قشور ديال البرتقال، نحتاجو الوحده فاني، وحده خماره ديال الحلوه. غادي نحتاجو الطحين، هنايا عندي 3 ديال الكيسان ونص مع قبيصه نتاع الملحه. وللتزيين كنحتاجو رقائق اللوز مع حبيبات ديال الشوكولا، والتزيين كيبقى اختياري. هنايا غادي نخلطوا المقادير عادي كما العاده. كنديروا في الاول البيض مع السكر مع جميع المقادير كنخلطوهم. بعد ما خلطنا المقادير كاملين كما شفتوا معايا، الفران انا شاعله عليه على 170 درجه اولا 180، كل وحده كتعرف الفرن ديالها. صافي هنايا انا غادي نبدي نعمر الكويغطات ديالي. انا اختاريت هاد الشكل، نتوما تقدروا ديروا اللي موجود عندكم. صافي كنعمرهم، ما كنعمرهمش كاملين لحقاش ملي غادي يدخلوا الفران غادي مازال ينتفخوا. هنايا غادي نرشهم بشويه ديال الحبيبات تاع الشوكولا ونزينهم برقائق اللوز. تقدروا حبيبات الشوكولا تخلطوها مع العجين في الاول. صافي كما قلت لكم الفران شاعل على 170 درجه، كندخلوهم للفرن واحد مده ديال 20 دقيقه حتى كيتحمروا ويطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، راهم كيجيو هشاش وخفاف. نتمنى ان شاء الله الوصفه اللي جربت معكم تعجبكم وتجربوها. ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد، مازال كاين الجديد والجديد. مع السلامه.